رجح مركز دراسات أمريكي اقتراب أنظمة خليجية أبرزها السعودية من النهاية، وأن حالتها وصلت إلى طريق مسدود، وذلك في نموذج يجمع بين الاستبداد وقمع على حرية التعبير وفرض القيود على القطاع الخاص. وقال تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية كتبه جون ألترمان أن الحكومات الخليجية لا تزال تترنح مما حدث في الربيع العربي لا سيما في حالة السعودية، وأشار إلى أن العديد من الحكومات الخليجية والعربية تتبنت سياسة تبدو كأنها تفرض التسامح الاجتماعي، حيث تم تحييد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، وأنتجت الحكومة وروجت للحفلات الموسيقية العامة ودور السينما والتجمعات في الهواء الطلق. ولفت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بذل قصارى جهده لاحتضان الكنيسة القبطية، فيما تقوم الإمارات ببناء مجمع يضم مسجدا وكنيسا يهوديا في أبو ظبي، ودعت إلى بناء أول معبد مورمون في الشرق الأوسط في موقع أكسبو 2020 بعد انتهاء المعرض. وقال الكاتب أن الحكومات تسعى في جميع أنحاء المنطقة الخليجية بشكل متزايد إلى كتابة خطب المساجد، وبحسب الكاتب فإن أحد طرق رؤية هذه الإجراءات تتمثل في أنها طال انتظارها، وفي هذا الحساب كانت القوى المحافظة صاعدة على مدى نصف قرن في الشرق الأوسط، فيما قوضت التعددية إلى الحد الذي كانت موجودة فيه، وفرضت وجهات نظرها على الأجيال الجديدة. وفي هذه العملية وقع الشرق الأوسط في أعمال عنف واضطراب، وسعى العديد من الشباب الواعدين إلى الهجرة، وتراجعت الاقتصادات، فيما كشف الإسلام السياسي عن نفسه على أنه طريق مسدود، وتوسعت بيروقراطيات الدولة الثقيلة إلى ما هو أبعد بكثير من نقطة الاستدامة، حيث ستجعل التحركات الجديدة الحكومات أكثر مرونة والدول التي تقودها أكثر مرونة. لكن هناك طريقة أخرى لرؤية هذه التحركات، وهي أنها تسعى فقط إلى استبدال الأشكال القديمة من الاستبداد بأشكال أكثر حداثة، حيث الأنظمة الجديدة ليست أكثر مرونة أو استدامة من الأنظمة القديمة. ووفقا للكاتب فمع تقلص أشكال مختلفة من الرعى الاقتصادي ليس أقلها عائدات الهيدروكربونات التي حافظت على المنطقة لعقود ستظهر التشققات بسرعة، ولم تذهب المشاكل الأساسية إلى أي مكان، ولم يذهب المحافظون إلى أي مكان، ولا تزال أفكار المحافظين جذابة. تستمر الحكومات في حرمان الأشخاص من السلطة في حياتهم. في غضون ذلك يواصل القادة تحمل مسؤولية الشرطة الذاتية والتحقق من تجاوزاتهم، بدلا من تعزيز المرونة. تسعى هذه الأنظمة الأكثر حداثة إلى الحفاظ على الآليات ذاتها التي أثبتت أنها كارثية للغاية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط. وقال: تستمر الحكومات الخليجية والعربية في حرمان الأشخاص من السلطة في حياتهم. في غضون ذلك يواصل القادة تحمل مسؤولية الشرطة الذاتية والتحقق من تجاوزاتهم، بدلا من تعزيز المرونة. تسعى هذه الأنظمة الأكثر حداثة إلى الحفاظ على الآليات ذاتها التي أثبتت أنها كارثية للغاية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط. وأشار إلى أنه من المؤكد أن الدول العربية غالبا ما كانت تخنق اقتصاداتها، وتنازلت عن مساحة مهمة للقوى الدينية التي شقت طريقها إلى صدارة الاجتماعية بعض التحركات الجديدة الضرورية ومرحب بها. هذا وكشفت تقارير دولية أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق ترامب وجد ضالته في السعودية لجمع استثمارات مالية بعد أن رفضته كل من الإمارات وقطر. وذكرت صحيفة ديلي ميل واسعة الانتشار أن كوشنر يحاول زيادة رأس مال شركته الاستثمارية من خلال اللجوء إلى صندوق الاستثمارات السعودي البالغ قيمته 450 مليار دولار. وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد أن وجد كوشنر اهتماما من قادة السعودية بعد أن رفض قادة قطر والإمارات الاستثمار في شركته. وأفادت التقارير أن صهر الرئيس السابق كان يتواصل مع بعض الاتصالات التي بناها خلال إدارة حماه للاستثمار في شركة جديدة. وقد تواصل كوشنر مع قادة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الفارسية الأخرى في محاولة للحصول على دعم لشركة أفنينتي بارتنرز، الشركة الجديدة لكوشنر، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وقالت التايمز أن المدير السابق لمكتب الابتكار الأمريكي وكبير مستشار والد زوجته ترامب لم ينجح تماما في جهوده التي تسعى إلى جمع مبلغ بمليارات الدولارات المنخفضة بحلول أوائل العام المقبل. وورد أن الحكام في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة رفضوا الاستثمار في التقارب، ومع ذلك يزعم أن كوشنر وجد اهتماما من المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة الذي تبلغ قيمته 450 مليار دولار.
وذكر صحيفة التايمز أن صندوق الاستثمارات السعودي يجري حاليا مفاوضات مع كوشنر حول استثمار كبير، وفي حين تنظر الإمارات العربية المتحدة إلى كوشنر على أنه حليف، إلا أنها شككت في فطنته التجارية السابقة التي تقتصر إلى حد كبير على الوقت الذي قضاه في إدارة الأعمال العقارية لعائلته. أصبح كوشنر مقربا من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، مدافعا عن رئيس الدولة عندما قررت الاستخبارات الأمريكية أنه أمر بقتل الكاتب الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي بسبب انتقاد العائلة المالكة. كما ضغط على ترامب للقيام بأول زيارة دولية له إلى الرياض في عام 2017. ويشكك خبراء الأخلاقيات في محاولة كوشنر لجمع الأموال من المسؤولين الذين تعامل معهم نيابة عن الحكومة، لا سيما مع شبح ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى في عام 2024. عندما يبدأ المسؤولون السابقون في البيت الأبيض بالصرف في وقتهم خدموا مع حكومتنا من خلال التودد إلى الملوك، فهذا يقلب المعدة قليلا. هل هو غير قانوني؟ لا. قال بيني مان المؤسس والرئيس التنفيذي لدعاة الحكومة الرشيدة القضية الأولى: هل هو مستنقع ونفاق على ما يبدو؟ نعم. كان عمل كوشنر المميز في الشرق الأوسط في ظل حماه هو اتفاقات أبراهام، وهي سلسلة من المعاهدات التي فتحت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومختلف الدول العربية. وقد انتقل كبير المستشارين السابقين إلى ميامي مع زوجته فانكا وأطفالهما منذ مغادرته البيت الأبيض. لم يرغب كوشنر في العودة إلى السياسة، لكنه حاول بناء عمله في الشرق الأوسط من خلال إنشاء منظمة غير ربحية تسمى معهد اتفاقات أبراهام للسلام. وقد أطلق أفينيتي في ميامي في الأشهر الأخيرة، ويأمل في العمل بشكل كبير في الشرق الأوسط مع التركيز على بناء العلاقات بين الإسرائيليين والسعوديين. وقد بدأ كوشنر التوظيف وسيبدأ كرئيس تنفيذي في مراجعة الاستثمارات من الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.